بعت وحدات لعلاء وجمال مبارك في مدينتي بأسعار أقل. هو الاتهام اللي كان موجه ليه طيب هو ده يعني كان ساكت ليه يعني؟ اشمعنى دلوقتي الاعتراف ده؟ اشمعنى دلوقتي الاعتراف ده؟ مش عارف يعني ايه هم واجهوه بالكلام ده امبارح. ده ما واجهوش ليه قبل كده؟ مش عارف. مش حاجه غريبه؟ طبعا يعني طبعا المحققين هم من نفس التحقيق، وبعدين بتبيع ليه باقل؟ اكيد عشان بتدور على مزايا عايز تاخدها. لا مثلا هو مش بيدور، هو خد خد المزايا. أوكي. يعني ارض مدينتي دي كان سعرها كام لما خد؟ ولما باعها كان بسعرها كام؟ يعني الفرق ما بين المتر كان بكام واتباع بعد ما حصل. هو اللي وصل المرافق ولا الدوله؟ انا ما عنديش فكره بصراحه. لا هو خليني اقول لك حاجه. هو واخد كل حاجه. ما انا هقول لك حاجه برضو عشان نشجع المستثمرين. احنا مش عايزين برضو نطفش او نهرب المستثمر. خلينا نقول حاجه، لو في ارض صحراء لازم الامور تتحسب كلها. النهارده لو جالك واحد دلوقتي مستثمر قال لك هناخد ارض صحراء، ارض مرميه، ما انت وفي اكتر من الصحراء في مصر، ده 95% في مصر صحراء والمتعمر 5%. ماشي اوكي جه واحد مستثمر قال لك انا مش بتكلم عن طلعت مصطفى، انا ما عنديش فكره عن تفاصيل عقده خالص، انا بتكلم دلوقتي في موضوع اخر. انا هاخد ارض فاضيه مرميه صحراء ما اكثرها في مصر، هوصل لها الكهرباء، وصل لها الميه، وصل لها الصرف الصحي، وهبني واعمل طرق ليها او الدوله كذا او وات ايفر يعني، واعمرها واعمل مساكن متوسطه للمتوسطين او للاقل شويه، واعمل برضه فلل وكذا وكذا وكذا. ما انا لازم اكسب، ده طبيعي، والا انا هاقدم على مخاطره زي دي ليه؟ وفي نفس الوقت انا كدوله انا مستفيد ان انا بعمر صحراء. ماشي. وكل ده ما بتكلمش على مدينتي ولا اعرف تفاصيل عقدها خالص، بتكلم كقاعده. مش كده برضه الكلام ده يمشي ولا ما يمشيش؟ يمشي. ما هو كان بيتطبق قبل كده بس بصوره غير شرعيه. يعني هو كل الاراضي طريق مصر اسكندريه الصحراوي ده اتباع ازاي؟ ما اتباع تحت مظله الكلام ده. ما هو الكلام ده حلو جدا لو اتنفذ بحياديه وعداله مفيش مشكله، بس كده. لكن في اطار بقى المجاملات لا والمصلحه الخاصه لا، ده مبدا انت حضرتك يعني عايز تطبق منهج حيادي ان الناس تشتري ونعمر والدوله تساعد على كده. ماشي. لكن لما تكون الكلام ده في ظل فساد عام، انه بياخد مش كل الناس بيطبق عليه الكلام ده، وبياخد باسعار قليله جدا 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 ويبيع باسعار مرتفعه، مين اللي هيشتري؟ هيشتري شريحه معينه. النهارده دلوقتي الاسعار طبعا حاله الكساد الكبير جدا بعد الثوره، وده امر طبيعي جدا لمردود الثوره. صحيح. لكن الاسعار ديت مين اللي هيقدر يشتري باسعار مرتفعه في الفتره ديت؟ تقصد بقى الدوله لازم تقنن، يعني انا هدي لك دي بكذا وهتعمل كذا وتسوي كذا، يبقى كله محسوب في ضوابط، واديك الضوابط اللي انت بتبيع. لازم تكسب وتكسب كويس، ولازم عشان تقدم على التجربه، ولازم احمي المستهلك والشاري. الشاري النهارده اللي بيشتري ده لازم ابقى مطمئن بقى ان جاياله السلعه دي او الشقه دي او الفيلا دي بسعر هامش الربح فيه قليل، لكن مش توحش. لا مش توحش. لا والناس كمان لازم ما تبقاش طماعه زياده بقى. اللي كان بيحصل ده توحش. لا اتصل دلوقتي الشيف الزمر قاعد سهران بيتفرج بقى، ابن طبعا الراحل العظيم الكابتن فايز زمر. شريف مساء الانوار يا شريف. مساء الانوار يا كابتن. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله يا كابتن. احنا قاعدين مسهرينك يا شريف. طبعا يا كابتن، انا قاعد سهران معاك على طول. الله يخليك يا شريف، اتفضل يا حبيبي. كابتن انا عايز اشكر استاذ عصام الحسن اللي قدامك، ان هو الوحيد اللي افتكر ابويا الله يرحمه. جميل. انما كل اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك ولا واحد فيهم افتكره. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الدكتور شيرين فوزي بعت لي الدعوه وانا رحت خدتها. كويس. بعد ما رحت خدتها النهارده ما لقيتهمش مكرمين كل الناس ما عدا هو. انا بقول لك انت مش بتقول اتكرم يا استاذ عصام؟ لا اتكرم عند الاستاذ عصام. ما هو الاستاذ عصام، ما هو الزمالك يا شريف. لا هو الاستاذ عصام اللي هو ماسك اللجنه الاعلاميه في نادي الزمالك، ماشي. انما رموز نادي الزمالك نسيوه ونسيوا كتير. لو هقول لحضرتك نسيوا استاذ اسماعيل البقري، استاذ محي فكري،
الكابتن ايمن طاهر كان قاعد يا كابتن، هو والكابتن حسن مرعي وما قالوهمش. انا بقول لحضرتك يعني نادي الزمالك مش هيبقى زي عمره في حياته، ما هيبقى زي النادي الاهلي. مع انك زملكاوي يا شريف جامد. لا انا بقول لحضرتك انا طول عمري اهلاوي. انت اهلاوي طيب. انا بقول لك انا حبيتك تقول. لا يعني ابوك الله يرحمه كان عضو مجلس اداره الزمالك، كنت اهلاوي؟ طبعا. طيب احنا العيله كلها كده. واقول لحضرتك حاجه ثانيه. قول. النادي الاهلي في خلال 11 سنه من ساعه لما توفى لغايه النهارده مكرمه 3 مرات. كرمه 3 مرات. كرمه يعني الاهلي كرم الكابتن فايز الله يرحمه 3 مرات. وهو محسوب على نادي الزمالك. طبعا. طب هو كان زملكاوي ولا اهلاوي بقى؟ مين؟ الكابتن فايز الله يرحمه. لا الكابتن ده عضو مجلس اداره كابتن. طيب تصبح على خير يا شريف، يلا سلام. طيب عايز تعقب في كلمه كده؟ اتفضل. هو طبعا الكابتن فايز ما يتنسيش طبعا، والكابتن فايز هو رمز من رموز نادي الزمالك رغم انف اي حد طبعا. والموضوع باختصار شديد جدا، هو تم تكريم اسم الراحل فايز الزمر في طبعا في حفل الاعلاميين، وده امر طبيعي ومنطقي وعقلاني. صحيح. واخد بال حضرتك؟ بالنسبه لموضوع طبعا حفل الرموز النهارده، انت شرحت. انا شرحت كيفيه طبعا التقسيم اللي انتوا عملتوه بالظبط، والضوابط اللي انا وزمايلي في اللجنه المئويه. تمام، حطيتوه. نروح للاهرام. الاهرام بقى حريق هائل يدمر 3 شقق لرجل الاعمال طارق مصطفى. ايه طارق مصطفى ده؟ اخو طلعت مصطفى. اخو مين؟ طلعت مصطفى. والله اخو هشام طلعت مصطفى. طبعا. يعني انا شايف انت شايف حضرتك ايه؟ اوكي. مفيش ربط ما بين الخبرين. انت تقول بقى. اعتقد ان في ربط يعني. ليه بقى؟ مش معنى يعني الحريق، هل من المنطق والطبيعي والعقلاني انك تمتلك 3 شقق، واخد بال حضرتك، يتحرقوا في نفس الوقت؟ مش طبيعي. وال3 شقق دول في مدينتي برضو ولا في حته ثانيه؟ ايا كان بقى، مختلفين ولا في الفور سيزون على النيل؟ لا، مختلفين في الاماكن مختلفه. مختلفين. طب يعني ايه تقصد؟ ايه الفلول يعني مثلا ولا ايه؟ اكيد. بص حضرتك، بص في الخبر الاولاني هشام طلعت مصطفى بيعترف على النظام الفاسد. في الخبر الثاني ان اخوه بيتحرق له 3 شقق في نفس الوقت. يعني ازاي ما فيش ربط؟ طيب ماشي. مش كده؟ يعني لا، انت عايز حضرتك تقول انها صدفه؟ لا ما بقولش كده خالص. انا بقول ان احنا ما زال عندنا الثوره المضاده موجوده في مصر. ماشي. ده اكيد يعني. احنا يعني تقصد حد من طرف فلول النظام. فلول النظام. الاصلي بص، انك انت تعترف النهارده ويتولع في الشقق بكره. طب ما تولعش ليه الشهر اللي فات ولا الشهر اللي قبله ولا الشهر اللي جاي؟ والاعتراف ده ليه مش جه دلوقتي؟ نعم. في التوقيت ده ليه ما جاش قبل الثوره؟ الاعتراف ده طالما انا بتكلم وبعترف عن الحق، وليه التحقيقات لا قبل الثوره؟ خلينا واقعيين يعني. هيروح ما كانش حد يقدر بقى. خلاص ما كانش حد يقدر. طبعا عشان نبقى واقعيين بقى. وما كانش حد يقدر برضه يحرق الشقق دي في الوقت ده. وما كانش حد يقدر. خش على الشروق. الشروق بقى اتحاد الكره يقبل استقاله شحاته وجهازه المعاون. تمام. الجهاز الفني. طبعا الخبر ده امر طبيعي طبعا ان يتم الاستقاله في التوقيت ده. نعم. ده رد فعل منطقي للخروج المبكر من تصفيات كاس الامم. صحيح. طبعا كابتن حسن شحاته كابتن قدير ومدرب عظيم، والتاريخ طبعا سجل وسطر انجازاته. وطبعا انا كنت اتمنى انه ما يطلعش في ظل الظروف دي. وكان من الطبيعي برضه ومن المنطقي ان بعد البطوله الثالثه انه يقيل بارادته. نعم. لانه طبعا وانا فعلا بعشق كابتن منذ لاعبا طبعا، وبحترمه جدا وهو كلنا. لكن كان من باب الافضل ليه دايما احنا نطلع في ظل ظروف صعبه؟ ليه ما بنسيبش المكان واحنا في عز المجد؟ يعني انا كنت اتصور واتخيل ان كابتن حسن شحاته
وهو مدير فني للمنتخب الوطني بعد 2010 ان هو يترك هذا المقعد ليتولاه اي حد تاني يكون لسه بقى هيبتدي يشتغل بمنهج. دي ثقافه بقى، لكل واحد بيبقى عنده وجهه نظر وتصور. اللي انت بتقوله ده مدرسه. لا ده في مدرسه ثانيه يقول لك طب ما انا ممكن اخد بطولات اخرى. لا انا مش بتكلم. بص حضرتك، نعم، في العالم كله وفي كافه البطولات، يعني انا اتصور مثلا في 78 او اتذكر يعني ان سيزار مانوتي بعد ما خد كاس العالم بالارجنتين ما رجعش تاني، ما هي الارجنتين خسرت بعد كده. تمام. وجي بيرزوتو وخد بكاس العالم بايطاليا سنه 82. صحيح. فلما فقدت الارجنتين كاس العالم ما رجعش سيزار مانوتي تاني. لا، واخد بال حضرتك؟ جت الارجنتين في 86 مع دكتور بيلاردو خد كاس العالم. ايطاليا فقدتها، ما رجعتش بيرزوتي تاني. يعني بيكن باور جاب في 90. تقصد العجله لما بتتحرك ما بترجعش. ما بترجعش يعني فتره وبيتم التغيير. ليه بيتم التغيير في العالم المتطور؟ انا بتكلم على اعلى مستوى للكره في العالم. اللي هو كاس العالم. هتلاقي في مختلف بقى المدارس، في فرنسا، في البرازيل، في ايطاليا، في المانيا، لما بياخدوا كاس العالم ما فيش مدرب بيرجع تاني، حتى لو بعد ما بيفقد ما يقولكش ده الله طب ما انا ارجع الراجل اللي خد بالبطوله بينا البطوله عشان هو ده وش السعد، او هو ده اللي راجل الفاهم الكره الارجنتينيه او الالمانيه او الفرنسيه. لكن بيتغير وبيصروا على التغيير من اجل يعني تغيير فكر، تغيير منهج، استنفار قوه جديده وده امر طبيعي. وجهه نظر. لا هو وجهه نظر طبعا، بنحترم ديت وديت، بس الافضل ايه؟ هو احنا لازم نقول راينا، لكن مش هنطلق الموضوع سايب، لان ليها اعتبارات. الافضل انك انت بتغير عشان تغير فكر وتغير طرق لعب وتغير اللاعبين وتغير المدرسه نفسها. لان كل ما انت بتغير بتحصل استنفار القوه زي ما انت بتقول. بعد 4 سنين انا مش هقدر ادي فكري تاني. ما بالك ب6 سنين؟ بتتكلم عن المنتخبات مش الانديه. لا انا بتكلم على المنتخبات. الانديه على مستوى العالم بيقعدوا سنوات طويله. انا بتكلم على المنتخبات. وبعدين معلش، هو لا ده فكري ولا فكر حضرتك. احنا بنشوف، انا وحضرتك بنقرا وبنشوف وبنتفرج وبنتابع، فبالتالي بنكتسب خبرات. واخد بالك؟ فادي دي في العالم. احنا بنتكلم على اعلى مستوى في الكوره في العالم، اللي هو مستوى انت كنت كاس العالم. تفضل الكابتن حسن يبكر بهذا الامر. لا كنت نفسي ان هو وهو في عز مجده ما يوجهش ليه، لان هو اكبر بكتير جدا جدا انه يطلع من تصفيات كاس الامم. اسمه وكيانه وتاريخه لاعب ومدرب اعظم بكتير جدا من مدربين تانيين ممكن يكونوا يتولوا المسؤوليه أنا بعد طبعا كده. كابتن حسن وكنت اتمنى برضه معلش ان اتحاد الكوره، حتى اتحاد الكوره لو كان قلبه على المنتخب وقلبه على الكابتن حسن شحاته، كان المفروض يغير المدرسه دي والمنهج ده ويتبع الاسلوب العالمي في تدريب المنتخبات الوطنيه الكبيره والمدارس المتقدمه في الكوره. طيب ننهي بالاخبار. كاريكاتير بقى. قول لنا بقى، قرا لنا الكاريكاتير ده بقى العظيم جريدة الاخبار مصطفى حسين. هو يعني انت كابتن حسن. انت شفته بقى اهو قدامي اهو على الشاشه. هو الكاريكاتير مش عارف. طب ايه رايك انت الاول يا كابتن مدحت؟ نعم، ايه رايك في الكاريكاتير ده؟ وانا كاريكاتير جميل قوي. لا اقرا لنا الكلام. بيقول لك قالوا شرم الشيخ يا ريس اديني نكدت لك على كل كليله. بس يعني تقيله شويه. دي مش تقيله شويه، دي تقيله قوي قوي يعني قاسيه جدا. ده الاستاذ مصطفى حسين. ومش جميل عارف الاستاذ مصطفى، لكن صعبه قوي. لكن لا قاسيه على تاريخ الكابتن حسن شحاته. يعني هو قاسية. الاتهام فيه اتهام قوي جدا. اوفر. ليس وعاملها دعابه، بس دعابه تقيله شويه. لا يعني دعابه تقيله اللي هيبقى ليها مردود عند الجمهور. لا الجمهور فاهم وواعي، خلي بالك. ايوه بس الجمهور فاهم، مش هتحركوا يعني نكته. وفي نفس الوقت انا عندي قناعاتي. عايز اقول لك حاجه، لو ما كانتش النكته تقيله وقويه ما كانتش اتاخدت في الصفحه الاولى في الاخبار. ما هو عشان يدوها افيه برضه. لا يعني بيدوها افيه. بص تقيله قوي. انا شايفها تقيله. لا تقيله على الكابتن حسن قوي وعلى تاريخه وعلى انجازاته وعلى بطولاته. يعني